هو احنا لو جينا ضربنا 1650 في 7820 وقسمناهم على 10845 وجمعنا عليهم 9555 وطرحنا منهم 1250 هيكون الناتج كام؟ ايه كل ده؟ هي دي حسبة بيرما؟ بالظبط، ده اللي عملته فلاحة مصرية من سكان قرية بيرما التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية، واللي مشهور عنها بتربية الدواجن وبالتالي إنتاج البيض. الفلاحة المصرية دي كان معاها بيض كانت خارجة بيه عشان تبيعه في السوق، فولد من الأطفال الصغيرين كان راكب العجلة بتاعته وخبطها فوقع البيض كله كسره. فهي قعدت تبكي على حظها لان ما بقاش معاها بيض عشان تبيعه. ساعتها الناس اتلمت وقالوا لها ايه اللي حصل؟ طب انت معاكي كام بيضه واحنا هنديكي حسابهم. فراحت قايله لهم عدد البيض اللي معايا لو اتقسم على الأعداد من 2 لحد 6 هيتبقى بيضة، ولو اتقسم على 7 مش هيتبقى ولا بيضة. بعض الناس استغربت من اللي قالته، فجمعوا الناس اللي بتفهم في الحساب والرياضة والأرقام علشان يعرفوا عدد البيض اللي معاها. المهم عرفوا عدد البيض فقالوا لها من الأول طب ما تقولي إن أنت معاكي 301 بيضة، لازم اللي أنت بتعمليه. من ساعتها ارتبطت كلمة حسبة بيرما بالمسائل الرياضية المعقدة.